الجولان. أسعد الله أوقاتك ست بلقيس. الخير. يعني من قليل تحدثت معنا الست ديما شامع عن موضوع الوضع الميداني في زوايا مختلفة. هل لديك أي شيء حابة تحكي لنا إياه أنت أيضا؟ نعم، أريد أن أركز على تجمعات أبناء الجولان في الأحياء الجنوبية لمدينة دمشق، وتحديدا في حي الحجر الأسود. اليوم أعلنت كتائب جند الله في العاصمة دمشق السيطرة على حي الزين والتقدم في مخيم اليرموك. تم محاصرة شبيحة أحمد جبريل في حي العروبة، أيضا في مخيم اليرموك، بالإضافة إلى انشقاق حوالي 150 مقاتل من القيادة العامة التابعة لأحمد جبريل وانضمامهم إلى صفوف الجيش الحر. اليوم تم ضرب مقر أحمد جبريل في حي الخالصة في مخيم اليرموك. ايضا استطاع الجيش الحر المتواجد هناك السيطره على حي الجزيره، وايضا تم تدمير حاجز شارع 30 بالكامل. الان منذ قليل وردنا ايضا هناك انسحاب للجيش الاسدي والقوات المواليه لشبيحه احمد جبريل في المخيم اليرموك، وايضا وصلتنا اخبار انهم يتجمعون حاليا في ساحه نجمه الشام وهي في شارع 30 قرب الملعب. هناك انباء انهم ربما يستعدون للهجوم على حي الحجر الاسود من محور حي الجزيره. الان الو. نعم معك ست بلقيس، تفضلي. الآن الدبابات الأسدية المتواجدة عند شارع 30 وسكنة القاعة تقصف الحجر الأسود بشكل جنوني في محاولة التغطية على فشلهم الذريع في اقتحام الحي. نعم. هناك تشتعل حرائق أيضا جراء القصف العنيف في حي الحجر الأسود. أصيب اليوم أكثر من 30 جريح، بعضهم بحالة حرجة وبينهم نساء وأطفال. كل هذا أيضا متواجد مع انقطاع كامل لخدمات الكهرباء والاتصالات. أمس تم استهداف محطة الكهرباء الرئيسية في الحجر الأسود، وهذه طبعا تغذي معظم أحياء دمشق الجنوبية. الآن الحجر الأسود وجميع المناطق المحيطة بها تغرق في ظلام دامس. أريد أن أذكر شيء مهم. قوات الأسد المتواجدة في منطقة مخيم اليرموك ماذا تفعل؟ تقوم باستغلال اشتباكات بين الجيش الحر وكلاب القيادة العامة لأحمد جبريل، تقوم بضرب مخيم اليرموك، تقوم بقصفه من أجل أن يقال أن الجيش الحر هو الذي قصف مخيم اليرموك. هذا أمر يجب أن ننتبه إليه. أيضا اليوم ست بلقيس يعني لأهمية هذا الموضوع تعيدي لنا إياها بصياغتها يعني عشان يعني نتفهم أكثر ما قلتي. تفضلي عن موضوع مخيم اليرموك. هذه ملاحظة مهمة وهي ملاحظة من الجيش الحر. الجيش الحر لا يمكن أن يستهدف الأخوة الفلسطينيين. الجيش الحر يقاتل شبيحة أحمد جبريل. النظام السوري يستغل هذه الاشتباكات بين شبيحة أحمد جبريل وبين كتائب الجيش الحر الموجودة في المنطقة، ويقوم بدك الأحياء السكنية في مخيم اليرموك ومخيم فلسطين. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول أن الجيش الحر هو من يدك مخيم فلسطين ومخيم اليرموك. أريد فقط أن أؤكد على هذه النقطة. لا يمكن للجيش الحر أن يقوم بضرب الأماكن السكنية للأخوة الفلسطينيين، لأن الأخوة الفلسطينيين يعانون معنا وهم عانوا من ظلم هذا النظام الممانع الكاذب لمدة 40 عاما. طيب ست بلقيس، هل توافقيني انه يعني احمد جبريل ما يقوم به اتجاه اخواننا الفلسطينيين هو للضغط باتجاه ابعادهم الى مخيم الزعتري ومن ثم الضغط على الحكومة الأردنية؟ لا أعتقد هذا الشيء. هو لا يفكر أصلا، لا يفكر بهذا الموضوع. هذا الرجل عبارة عن مرتزقة للنظام الأسدي. أصلا هو منذ أكثر من 25 عاما هو يشبه على الأخوة الفلسطينيين الموجودين في المخيم. الكثير من الشهداء سقطوا في بداية الثورة السورية في مخيم فلسطين. ماذا فعل؟ عندما خرجوا في مظاهرات في مخيم يرموك وهم يشيعون شهدائهم، قامت مرتزقة أحمد جبريل بالهجوم على الفلسطينيين أنفسهم. هذا رجل كاذب، هذا رجل لا يمثل الشارع الفلسطيني ولا يمثل النقد الفلسطيني اساسا. عم تحدثت ست ديما عن اعمال صيانه في المطار، يعني النظام يدعي ان هناك اعمال صيانه لهذا اغلق المطار. عندك انت تفاصيل او معلومات في هذا الموضوع؟ نعم، أعمال الصيانة التي يقوم بها النظام هي تماما مثل ما خرج أهل الميدان يحتفلون بالمطر في بداية الثورة السورية. هذا إعلام النظام الكاذب الذي يحاول رفع الروح المعنوية للشبيحة وللموالين له. الآن المطار محاصر بالكامل من قبل الجيش الحر. أمس تم إسقاط طائرة ميج قريبة من المطار. طبعا الطيار نزل بمظلته، ولا تتخيل كمية التعزيزات العسكرية التي أرسلها النظام من أجل أن يجلب لهم الطيار. تخيل. الآن اعترف أصلا وزير الإعلام السوري الكاذب، اعترف أن الجيش الحر يبعد عن المطار 1 كيلومتر. فأي صيانة يتحدث عنها هذا الإعلام الكاذب؟ أي صيانة؟ أريد أن أفهم. إذا كان الجيش الحر وباعترافه بعيد عن المطار 1 كيلومتر، نحن نقول ونبشر السوريين بأن السيطرة على مطار دمشق الدولي ستكون قريبة. لا أرى بعد ذلك كيف سيهرب هذا الشبيح الأكبر بشار الأسد، وكيف سيهرب مرتزقته ومساعديه وكل كلاب النظام الأسدي. طيب
طيب عم بتحدث ايضا عن موضوع اللي تحدثت فيه الست ديما، موضوع انه الناس عم تشتري والاسعار مرتفعه، النظام يدعي ان التهافت على المواد الغذائيه هو ما ادى الى هذا الارتفاع. نعم. نعم، بالنسبة لسياسة التجويع التي يتبعها النظام السوري، أعتقد هذه آخر أسلحة عند النظام الأسدي. أنا أسميها حرب التجويع وأسميها معركة الخبز والدم. الآن أصبح رغيف الخبز حلم للمواطن السوري، أصبحت الكهرباء ترف، يعني أصبح المازوت حالة رفاهية. لماذا يحارب الشعب السوري في لقمة عيشه؟ إذا كان فعلا هو يحارب عصابات مسلحة، إذا كان يريد حماية البلد من العصابات الإرهابية، ما ذنب الشعب؟ ما ذنب الأطفال؟ ما ذنب النساء؟ ما ذنب الجوعى؟ ما ذنب المهجرين؟ أليس هو نظام يقوم بمحاربة عصابات مسلحة؟ حسنا، إذا فليقوم بإطعام الشعب وليقوم بتأمين حاجياته. سيدي الكريم، أمس على مخابز دمشق ماذا حدث؟ لجان الشعبية، هذه لجان التشبيح التي تسمي نفسها اللجان الشعبية، تقوم بشراء أو تقوم بأخذ رفات الخبز من أمام المخابز وتقوم ببيعها للمواطنين بأسعار خيالية. تصور أن تصل رفة الخبز يعني في دمشق إلى ما يقارب $2 أو $2.50. لماذا يعني هذا كله؟ أنا لا أفهم. سياسة التجويع، سياسة الحصار الاقتصادي، يريد أن يضرب الحاضنة الشعبية بالجيش الحر، يريد أن يفهم الناس أمر مهم: إما أن تقبلوا فيني، إما أن تسكتوا ولا تثوروا، أو فذوقوا أصناف الموت والجوع بده يعيد والعذاب. الثلاث تسعات، أثبت عن هذا بده يعيد الثلاث تسعات، 99 و9. طيب بدي أسألك عن ست ديما، يعني وأنت يعني مهتمة بالشأن أيضا السياسي، من يدفع باتجاه من؟ ست بلقيس، من يدفع باتجاه من؟ الائتلاف الوطني أم الجيش الحر؟ من يعني يتصدر؟ عفوا لم اسمع. من يدفع باتجاه من؟ الجيش الحر ام الائتلاف الوطني؟ يعني الجيش الحر، كيف تري يعني رضا الجيش الحر على الائتلاف الوطني؟ والله أنا أعتقد أن الائتلاف الوطني أصبح يمثل شريحة كبيرة من الثوار في الداخل، يعني هو بصدد إنشاء حكومة حاليا تستلم البلاد بعد سقوط نظام الطاغية. الجيش الحر طبعا هو من ضمن حسابات الائتلاف الوطني، وأعتقد أن الكثير من الفصائل المقاتلة يعني وكثير من قادتها اعترفوا بالائتلاف الوطني. يعني هذا الائتلاف هو حاليا هو أمل السوريين جميعا. يعني نحن نريد الخروج من حالة الدمار، نريد الخلاص. يجب أن يكون هناك نوع من التعاون بين القيادات العسكرية والقيادات السورية في المعارضة السورية، من أجل يعني القفز يعني خطوة كبيرة إلى الأمام. يعني الناس يموتون في الداخل، يعني دمار مرعب، أكثر من 75% يعني وفق إحصائيات عالمية هذا الكلام، وليس وفق إحصائياتي. أكثر من 75% من سوريا الآن في حالة دمار شامل. يعني نحن لماذا الآن نختلف على ماذا؟ يعني نختلف على ماذا؟ يعني ألا يوحدنا دم الشهيد؟ يعني ألا يوحدنا يعني معاناة الناس؟ ألا يوحدنا الدمار؟ ألا يوحدنا ما يفعله هذا النظام؟ يعني تخيل سيدي الفاضل، أنا أمس فقط أصبح لدي فضول، أريد أن أعرف هل هناك حاكما على مر التاريخ دمر بلده كما فعل بشار الأسد. صدقني لم ألقى في التاريخ كله سوى نيرون من 2500 عام قام بتدمير بلده. يعني هذا الشيء ألا يحرك وازع وضمير كل هؤلاء المعارضين وكل هؤلاء المجالس العسكرية؟ دعونا نتحد فقط من أجل هذه المرحلة، فقط لنقفز بالبلد. يعني نريد أن نصل إلى الخلاص، وبعد ذلك الانتخابات قادمة وصناديق الاقتراع قادمة، فليتقدم من يشاء، يعني ليست مشكلة كبيرة. نعم. طب لو سألتك عن موضوع مبادرة رياض سيف، الآن في حديث عنها، يعني عادت للسطح، الحوار مع النظام إن أمكن، لقائه مع وزير الخارجية الروسي في عمان من شهر ونص تقريبا. نعم، بالنسبة للائتلاف، أنا متأكدة أن الائتلاف كان قد أعلن يعني وفق بيان تأسيسه أنه نحن بدنا إسقاط النظام بكافة رموزه، لم يدعو إلى أي حوار مع النظام. حوار على ماذا؟ يعني أنا أريد أن أفهم حوار على ماذا؟ هل يرضى مئات الآلاف من الأسر السورية التي فقدت أولادها وبناتها وبيوتها، هل ترضى بحوار هذا الطاغية؟ يعني أنا لا أعرف نحاوره على ماذا؟ نقول له اذهب خذ الأموال واذهب وعيش في دولة ثانية ويلا الله يسامحك بس سلمنا السلطة؟ لا يا سيدي الفاضل، هذه ليست دولة. لا يمكن أن يقبل الشعب السوري إلا بالقصاص من المجرم، وسيحاكم في أرض سورية إن شاء الله. هذا ما يريد الشعب السوري. بلقيس الجولاني، عضو تجمع أحرار الجولان، بشكرك وبشكر معلوماتك.